انت ازاي تمد ايدك على حاجه مش بتاعتك؟ ايه شغل التسول ده؟ ده الخضار اللي انت عاوزاه ده الخضار؟ ايه الخضار؟ خد ولا خضار ولا قرف. يلا بره، خد امك يلا بره. ايه القرف ده؟ ايوه السلام عليكم. يا مدام نهى موجوده؟ مين؟ عشان كده طالبه بس الخضار. طب خليك واقف في مكانك بس ثانيه ولا حاجه. نعم يا حسين. بقول لك اللي طالبه خضار من ست اللي واقفه بره دي. طالبه منه بصل وبطاطس وحاجات. طب تمام، حاولي تخلصي معاهم بسرعه عشان ريحتهم مش طايقه خالص. طيب ماشي. ازيك يا معتنى عامله ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي. بصي انا جبت لك بقى البطاطس والبصله اهيت. ماشي؟ انت اتجننت يالا؟ انت ازاي تمد ايدك على حاجه مش بتاعتك؟ ايه شغل التسول ده؟ ايه ده؟ معلش يا استاذ حسام حقك عليا. هو ايه اللي معلش؟ هو دخل من ورايا معلش. ايه شغل الشحاته والتسول ده؟ ازاي يدخل يمد ايده على حاجه مش بتاعته كده؟ احنا كنا جايبين لكم الخضار معلش. ايه اللي طفل بس؟ وازاي تجيبي الخضار من الناس دي؟ انت مش شامه ريحتهم؟ ايه القرف اللي انت بقيت فيه ده؟ معلش حقك عليا. عاوزه خضار، اكلم البوابه يجيب لك الخضار، جايبه ناس شحاته زي دي وشغل التسول ده، اوعي كده بريحتك المعفنه دي، ايه ده؟ ايه اللي ما ينفعش؟ انت اتجننتي ولا ايه يا هانم؟ انت اتجننتي؟ ايه اللي خلاص؟ شغل تسول وشحاته؟ في ايه؟ في ايه؟ ده الخضار اللي انت عاوزاه ده الخضار؟ ايه الخضار؟ خد ولا خضار ولا قرف. يلا خد القرف بتاعك ده ولا اطلعي بره، ما تجيش هنا تاني. معلش يا استاذ حقك عليا والله ما كانش يقصد. بقول لك ايه، يقصد ما يقصدش، شغل التسول ده مش عندي هنا، وانت يا هانم بعد اذنك. ليه؟ بقول لك ايه، تستنضفي الناس اللي تجيبها هنا. يلا غرفه اطلعي بره. اللي انت بتعمله ده خلاص. بقول لك اخلصي خالص، خدوا امك انا غرفه 60 ده. يلا معلش حقك عليا يا لم القرف بتاعك ده، يلا اطلعي بره. حاضر حاضر. يلا طب يلا بسرعه يلا. معلش يا ام عبد الله خلاص ما انت لسه هتقولي معلش ولسه هترغي؟ يلا بره يلا بره، خد امك يلا بره. ايه القرف ده؟ انت ايه يا بنت؟ انت اتجننتي؟ ايه الناس المقرفه اللي انت جايبها لنا دي؟ جايبه لنا شويه متسولين وشحاتين ياكلوا الاكل بتاعي، حرام عليا. ايوه حرام عليك اللي انت بتعمله ده، وانت نسيت ان انت صحفي والمفروض بتدافع عن الناس الغلابه اصلا. طب كويس اللي انت لسه فاكره انا صحفي وليا مكانتي في البلد، وازاي اصلا تدخلي الناس دي هنا؟ المفروض تعرفي ان دول ممكن يدخلوا يسرقوا، زي ما دخلوا كده واتجرأوا ودخلوا خد الاكل بتاعه ومد ايده معفنه فيها، يقدر يدخل جوه يسرق الفلوس اللي جوه. خليكي ناصحه يا اخي كفايه ظلم بقى وافتراء. فين الظلم والافتراء ده يا ماما؟ هو اللي انت عملته في الناس دوت مش ظلم وافتراء؟ ايه اللي عملته؟ ربنا مش هيسيب الحق. واحد داخل بايده المعفنه ياكل الاكل بتاعنا ومدخلاهم كده بريحتهم معفنه، ده في ظلم وافتراء؟ لا يا حبيبي، انا بحافظ على بيتي، بحافظ على مكانتي، لكن انت خلاص بقى مستواكي كده، بقى مستواكي بيئه، بعد كده اوعي تجيبي اي حد هنا، انا حذرتك اهو. يا رب جيب لي حق الصحفي اللي مرمطني ده النهارده يا رب، وعمل بوظ لي الخضار كده وبهدلني، يا رب انت المنتقم الجبار يا رب، يا رب خد لي حق، بحق ان انا مش عارفه ادفع ايجار الاوضه ولا اعمل اي حاجه يا رب، والنبي يا رب. ازيك يا ناصر دلوقتي عامل ايه؟ طمني. الحمد لله يا ام عبد الله. الحمد لله يا رب، الحمد لله. انت عملت ايه؟ والله النهارده ربنا كرمني وبعت الخضار كله بقى. بجد؟ الحمد لله الحمد لله. يعني كده ندفع ايجار الاوضه؟ باذن الله. اطمن انت ما الراجل تقلقش. خبط مرتين النهارده وعايز الايجار. معلش اطمن، بس انا النهارده اتاخرت شويه وباذن وبعت الخضار كله وربنا كرمني. انا عارفه ما تقلقش. تعبتك معايا يا ام عبد الله، معلش ان شاء الله ما ربنا ما يشفيك. تقولش الكلام دوت، وبعدين انا وانت ايه يعني؟ انا هعوضها لك باذن الله. معلش يا ماما. ما تقلقش انت، بس ما تشيلش هم، انا ان شاء الله هدفع الايجار بتاع الاوض، وباذن الله النهارده والله ربنا كرمني اخر كرم وبحت والحمد لله، وباذن الله ربنا يعوضنا خير يا رب. والمصاريف بتاعت المدارس الله يعينك يا ام عبد الله، معلش. باذن الله خير. انا هقوم اعمل لك اكل كده واحضره لك واجيبه. ربنا يخليك ليا، مش منك يا ام عبد الله. غريبة ايه اللي جابك الشغل النهارده يا استاذ حسام؟ وايه اللي غريب يا عم ناصر؟ ما كل يوم في الشغل، ايه المشكله انت يعني؟ ما تعرفش ان طلع لك قرار فصل من الجريده؟ فصل؟ انا؟ فصلك انت فصل انا ليه يعني؟ اللي حصل؟ ليه انت ما تعرفش الفيديو اللي اصلا اتنشر لك على الفيسبوك فيديو ايه؟ بتاع الست الغلبانه وابنها؟ ست غلبانه وابنها مين؟ مش فاهم حاجه. ادي الفيديو اتفرج عليه. يلا بره يلا كل قدامي. ايه القرف ده؟ يا ناس متصورين.
كذب كذب يا استاذ ناصر، مش انا اللي في الفيديو ده. كنت ازاي يا حسام؟ اصلا انت موجود في الفيديو اصلا. طب يا استاذ ناصر استحاله اكون انا اللي بعمل ده انا يعني المفروض بدافع عن الغلابه. ازاي ده انت اصلا ضد المهنه كده، ضد اللي بتعمله للغلابه. انا ما انت عارف انا البرنامج بتاعي كله ان انا بدافع عن الناس الغلابه ونساعدهم ونجيب لهم تبرعات. بالله عليك هو كان انت بتدافع عن الناس الغلابه؟ ما هو انت بقى قول اكيد ده كذب متفبرك لي، انا مش انا انت موجود فيه، ازاي يبقى متفبرك؟ يا استاذ ناصر مش عارف مين اللي صور ده، استحاله. لا يا استاذ ناصر عشان خاطر يدافع عن المدير والنبي. بص انا ما اقدرش لا اكلم مديرك ولا اكلم، لان انت طلع لك اصلا قرار الرفض، ازاي اكلمه؟ طب ممكن ادخل وانا بس اتكلم معاه؟ ما ينفعش، انت من اصلا تخش الجريده، انا ما اعرفش دخلت ازاي. طب اعمل ايه دلوقتي يا استاذ ناصر؟ اتكل على الله، سيب المصلحه وامشي، ما ينفعش. ليش موجود اصلا في الجريده؟ مفيش فايده يعني؟ مفيش فايده، لان انت اللي عملته ده ضد المهنه، وانت خلي المهنه طب كده. اتفضل يا استاذ ناصر. بعد اذنك اتفضل. ايه جاي بدري يعني النهارده يا حسام؟ هتكون ايه؟ خلاص هاجي بدري على طول، او مش هروح اصلا. ده ليه؟ ده فيه ان شاء الله. خلاص اترفدت من الجريده. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ازاي؟ زي الناس اترفدت خلاص من الجريده. ليه؟ ايه اللي حصل اصلا؟ لقيت حد نشر لي فيديو وانا فيديو ايه؟ بعمل الست الغلبانه وهي وابنها دي ومطردهم، وعاملين عليا بقى تحفيل على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كلها، اللي ده زي الصحفي المشهور اللي بيدافع عن الناس الغلابه وبيعمل كده، ده كذاب، ده مش شريف للمهنه بتاعته. لقيت المدير رافضني وممنوع اصلا ادخل الجريده. ده ازاي اصلا؟ ده مين اللي صورك اصلا؟ معرفش، حد تقريبا لما كان الباب كان مفتوح صورني ونزلني، او دول الصحفي اهو اتفرجوا على الصحفي اللي بيدافع عن الناس الغلابه، اتفرجوا على اللي يقول ساعدوا الناس، جمعوا تبرعات، اعملوا. شوفوا عمل ايه في الاخر. عشان تعرف بس ان ربنا ما بيسيبش حق حد. شمتنا فيا؟ لا مش شمتانه، بس ده حقهم. حقهم ايه؟ حقهم ايه؟ الواد يدخل كده ملوش الحق اللي هو يدخل ويمد ايده على حاجه غيره. هو انا بدافع عن الناس الغلابه، بس هم زودوها. اعمل ايه طيب دلوقتي؟ انا في المصيبه ولا دي انا في مصيبه دلوقتي، اعمل ايه؟ دلوقتي مفيش غير حل واحد. ايه الحل ده بقى ان شاء الله؟ ان انت تروح للست ديت وتراضيها. ازاي بقى؟ هروح لها فين وانا اعرف عنوانها منين ان شاء الله؟ انا عارفه عنوانها وهقوله لك، بس يا ريت بس ربنا بس يسامحك كده على اللي انت عملته. طب افرض رحت وهزقتني وطردتني من البيت، وحتى لو سامحتني هترجع لي شغل ازاي دي اصلا؟ انا اصلا زعلان من نفسي اصلا، عملت كده، انا مش عارف انا عملت كده ازاي اصلا. لا مش هتطردك ولا تعمل حاجه، هي ست غلبانه وربنا ان شاء الله يسامحك ويرجعك لشغلك. انا خايف والله العظيم، قلقان ما ارجعش شغل تاني، مش عارف اجيب فلوس منين تاني. انا بس الفكره كلها انا فعلا غلطت، انا ندمان على اللي انا عملته الصراحه، وانا كنت المفروض اعملها كويس. دي ست غلبانه فعلا، انا اللي زودتها. انا مش عارف انا بقيت مغروب كده ليه، ولا اخدت مقلب في نفسي، ولا مش عارف ايه اللي حصل لي، بس لما الفلوس جريت في ايدي بقيت وحش مع الناس، مع اني كنت الاول ما كنتش كده. لا انا لازم استغفر ربنا ولازم اخليها تسامحني، يمكن ربنا يسامحني، مش عشان الشغل يولع الشغل، عشان ربنا يرضى عليا. بس انا هقوم اغير واروح لها، ولا بقول لك انا اغسل وشي ووديني ليها ماشي، او عرفيني عنوانها. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، في حاجه؟ معلش انا اسف ان انا جاي لك كده من غير ميعاد، بس انا عاوز اعتذر لك بس على اللي حصل، حقك عليا، انا اسف. طبعا الكلام ده مش هيفيد بحاجه، بس مش عارف اعمل ايه، بس جيت اقول لك انا اسف. بعد ايه بقى؟ بعد ما بهدلتني انا وابني وطردتنا وبحترت لي الخضار وبهدلتني، جاي تقول لي انا اسف؟ بعد ايه؟ والله انا غلطت، وانا والله العظيم ما كنتش كده خالص. انا مش عارف، انا كنت والله العظيم كنت بساعد الناس زمان الغلابه، وكنت بقف في ظهر جيت عليا انا بقى وافتريت. معلش والله العظيم مش عارف انا ايه اللي عملته ده. انا اصلا والله العظيم في شغلتي اصلا انا اصلا مسؤول عن البرنامج اللي هو يساعد الناس الغلابه. يعني انت لما انت بتدافع عن الناس الغلابه زي ما انت بتقول انا بدافع عنهم، ازاي تطردني وتهني وتبهدلني كده انا وابني؟ معرفش ايه اللي حصل لي والله العظيم، انا ندمان على اللي حصل والله. انت فاكر يا استاذ ان احنا ناس شحاتين، ان احنا ناس كنا كده وعشتنا كده؟ على فكره انا حصل لي ظروف في حياتي اضطريتني ان انا اشتغل كده واقف جنب جوزي. انا جوزي دوت كان بيشتغل ومهنينا وجايب لنا حاجات كتيره وبيت حلو، بس هو حصل له ظروف خليته يقعد في البيت ويبقى مريض، وانا اشتغلت عشان اقف جنبه. وما تفتكرش برضو ان عبد الله دوت كان كده، عبد الله ده كان في احسن مدارس وبيتعلم وكان كويس، وانا ما كنتش متبهدله كده يا استاذ. انا بس الزمن جه عليا، وانا ما ينفعش ان انا اكون ست اصيله وما اقفش جنب جوزي. انا اضطريت انزل اشتغل وابقى ب100 راجل عشان اقدر اقف جنب جوزي الغلبان ده، ملوش حد في الدنيا غيرنا احنا بس. والله يا حاجه مش عارف اقول لك ايه، بس كلامك قطع قلبي اقسم بالله. انا مش عايزاك بس تاخد بمظاهر. لا فعلا انت عندك حق، مش بالمظاهر، فعلا انت ست ب100 راجل،
وفعلا اللي يشوف ما يقول عدس. صدقني والله العظيم يا انا ما استاذ. اعرفش اللي انت يعني جوزك يا عيني مريض وانت شغاله عليه، واحسن من اللي انت تمدي ايدك. انا اللي والله انا اللي استاهل ضرب الجزم اللي انا عملت كده. لا ما تقولش كده على نفسك. وعلى فكره ربنا ما سايبش حقك، ربنا جاب حقك ورفدني من الشغل. حد نشر لي فيديو على السوشيال ميديا وانا بتعامل معاكي وحش، والمدير شافه والجريده كلها شافتها ورفضوني ومنعوني تماما ان اشتغل في اي جريده تاني. والحمد لله خلاص انا بقيت عاطل اهو، مفيش حاجه مفيش اي وسيله اصلا ترجعني شغل تاني، يعني خلاص انتهيت. انا ما يرضينيش والله ان انت تبقى عاطل. انا قول لي اعمل ايه وانا اعمله. لا انا عاوزك بس تسامحيني بالله، انا مش عاوز اي حاجه تاني من ربنا غير ان انت تسامحيني. اكيد عشان ربنا يسامحني يعني بس. اكيد انا هقول لك ان انت زي ابني طبعا، يعني معلش انا مش قد المقام ان انت لا ده اللي انت قلتيه ده من غير ما تقولي كمان انت تتحط فوق الراس، وافتخر ان انت امي والله العظيم. وبس انا عاوزك بس عشان ما اطولش عليكي سامحيني، حقك على الناس. انا مسامحاك طبعا لله، ومش معقول ازعل منك، بس انا حبيت افهمك الظروف بتاعتي. ربنا يخليك، وانا اسف تاني مره، وانا هستاذن انا عشان ما اطولش عليك. شكرا. على فكره انا سمعت الصحفي بيكلمك النهارده مع عبد الله، سمعت كل حاجه. يا ريت تساعد الولد ده يرجع شغله ماشي، عشان برضه ما دام اعترف بذنبه فربنا بيغفر، احنا نغفر. خلاص ماشي، بس وكلنا بنغلط، اللي انت عايزه مش معصومين من الغلط. وهو ما دام اعترف بغلطه معلش ساعد يعتبريه زي ابننا برضه ماشي. واديك شايفه اللي احنا فيه، يمكن لما نعمل حاجه كويسه ربنا يقف جنبينا. خلاص ماشي يا ام عبد الله، وانا هعمل اللي بالله عليك تروحي تساعديه. ها اعتبريه زي ابنك معلش. ماشي. السلام عليكم. السلام، ازيك يا ام عبد الله؟ اتفضلي. ربنا يخليك. انا لقيت لك حل ان انت ترجع الشغل. حل ازاي؟ ممكن بس اقعد بس عشان مش هينفع اقف. اتفضلي طبعا، انا اسف. اتفضلي. ايه الحل بقى اللي انا ارجع بيه الشغل؟ يعني يا ريت والله. احنا نصور فيديو ان احنا عاملين مقلب في الناس. مقلب في الناس؟ تصدقي فكره حلوه قوي، علشان هم ما يفتكروش ان انت كنت بتزعق لي وان ده حصل حقيقي مني. صح، صدقي دي فكره حلوه جدا فعلا. ممكن نعمل الفكره دي ونبين للناس ان ده كان مقلب وعادي وكنا بنهزر وكده. صح. بس انت ليه عاوزه تساعديني مع ان انا عملت فيكي بجد وانت عاوزه تساعديني؟ يعني انا عملتك معامله وحشه مسامح كريم بقى، واللي ده المر الواحد ما بيحبش يعني يدوقه لحد. لازم نساعد بعضينا، ما ينفعش ان احنا نيجي على بعض. ربنا يخليك يا ام عبد الله، والله ما عارف اقول لك ايه. طب خلاص ماشي، نعمل يعني انت جاهزه نعمل الفيديو؟ انا النهارده والله فكرت وقلت ان انا هروح لحضرتك واقول. خلاص ماشي، انا هدخل اجيب مرات مثلا تصورنا ونعمل حاجه، بس انت اهم حاجه مسامحه. طبعا ده اكيد، انا قلت لك قبل كده يا ريت بس تبقى انت زي ابني يعني، وليا الشرف طبعا. لا اللي ليا الشرف والله انت تبقي والدتي والله العظيم، يعني ست شريفه زيك وعظيمه زيك، والله استاهل ان انت تبقي والدتي. وانا برضو مش هنسالك الجميل ده والله العظيم. وفعلا حاجه بس ييسر الامور وترجع فعلا لما ربنا يعني بنراضي ربنا وبنعامل الناس كويس، ربنا بيوصلها في وشنا وبيفتحها في وشنا والله. باذن الله خير. هتكون انا مراتي ماشي. شفتوا يا جماعه طبعا في النهايه الست يعني الغلبانه اللي اتكسر بخاطرها وخاطر ابنها حصل معاها ايه؟ شفتوا؟ ساعدت. يعني تخيلوا بعد كل اللي حصل لها ده ساعدت. احنا طبعا مش بنسيء لحد سواء كان اي منصب كان شغلته كانت ايه. كل شغل طبعا فيها الخير والشر، كل زي ما في واحد وحش فيه 1000 كويس. لكن انا مش بتكلم على المنصب بحد ذاته، بتكلم على الواحد اللي مثلا ماسك وظيفه او ماسك منصب عالي ويتنك على خلق الله. صدقني مش بالمنصب ولا بالمكانه ولا بالمستواك في المجتمع ايه. في ناس بيبقوا غلابه زي ما انت شفت كده، الظروف وحشت معاهم وكانوا كويسين في مستوى المعيشه، لكن يا عيني الراجل جوزها جاله عجز وقعد وقفت مكانه ست ب 100 راجل. رب كان ابنها برضه في احسن مدارس، بس الظروف خلته بقى شغال كده، طلع من احسن المدارس مثلا بقى مدرسه حكوميه، بقى في حاجه هم مش عاوزينها، بس الظروف جبرت بكده. لكن وقفت وحاربت الظروف ونزلت اشتغلت اي حاجه، بس اهم حاجه شغله شريفه وما بتشمدش ايدها لحد، وشالت جوزها. مع انه نادر قوي لما تلاقي واحده قصيره كده اليومين دول وتشيل جوزها وتشتغل مكانه. اللي عاوز اقوله يا جماعه، بصوا شفتوا ست بكلمتين بس راح اعتذر لها، قلبها يعني انفتح وراحت تساعده وفكرت في فكره هو نفسه ما عرفش يفكر فيها عشان ترجع له شغله وكده. عاوز اقول لكم يا جماعه مش لازم الواحد يبقى منصب ومعاه فلوس وحاجه كبيره عشان يبقى حاجه مهمه، لا ده في ناس غلابه قوي اهم من الناس دي 1000 مره وطيبه وتحب الخير لغيرها. هي دي الناس المهمه اللي المفروض يبقوا قدوتنا. ده اللي انا عاوز اقوله، يعني مش عارف اقول كل المعاني بس انتوا فاهمين انا عاوز اقول ايه. هي دي الناس بجد اللي نشيلها فوق الراس.
لو انت عايز تقول اي حاجه للناس يعني. والله انا عايزه اقول ان دايما يعني في ناس بتقول ايه ان الخير خلاص اتمنع وما بقاش في حد قلبه لا، على فكره في ناس طيبه جدا والخير هيفضل موجود، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه الخير في امتي الى يوم الدين. فباذن الله الخير هيفضل موجود، وفي ناس وحشه مالناش دعوه بيها، في ناس حلوه نشيلها فوق دماغنا. ودي كانت رساله الفيديو بقى، واحبكم قوي. واحنا كمان بنحبكم يا جماعه والله العظيم. وعاوز اقول لكم لو شفتوا واحد وحش ما تقلدوهوش، حتى لو الدنيا كلها وحشه خليك انت كويس بس. السلام عليكم. بتاكل الكلام انت بتاع ست غلبانه وابنها. شرط يعني ما تعرفش اللي حصل، اللي يقول لك ايه اللي حصل، تقول انت اترفدت من الجريده. انت ما شفتش الفيسبوك ولا ايه؟ ما شفتش الفيديو المنشور ليك؟ غريبه ايه اللي جابك يا حسام؟ ايه اللي غريب؟ ايه اللي جاب حسام؟ جاي الشغل على ما تعرفش النهارده طلع لك قرار فصل من الجريده؟ قرار فصل من الجريده ازاي يعني؟ ليه انت 2 3 غريبه ايه اللي جابك يا حسام؟ غريبه انت جيت الشغل ليه يا استاذ حسام؟ 1 2 3 غريبه ايه اللي جابك الشغل يا حسام؟ يعني ايه اللي جابك الشغل؟ انا جاي عشان اشتغل على ما المنظمه. تعرفش النهارده ان جالك قرار فصل من الجريده؟ قرار فصل من الجريده؟ اه انا؟ انت ليه يعني؟ فصلت من الجريده ليه؟ مش عارف انا عندي حته في الست الغلبانه وابنها.